اسمي نائب شعب ونمثل الشعب من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، مش السلطه التنفيذيه في شق والسلطه التشريعيه في شق اخر، يعني واحد في الحكم والاخر في المعارضه. بالله رئيس الجمهوريه يا اخي عنده مستشاريه، يا اخي عنده ناس تعطيه معلومات صحيحه والا لا؟ وين التقارير توصل للرئيس صحيحه والا لا؟ ما يلزمكش تخدم وحدك يا سيد رئيس الجمهوريه، شارك الناس معاك من الاخر. وفي النهايه حكومه فاشل، ونتحدى اي عضو من الحكومه عمل انجاز في هالبلاد. صدقوني من بدايه الثوره الى يومنا هذا ما فما حتى مشروع تخدم في تونس، اخر مشروع في 2008 فماش محاول والا طريق والا معهد تخدم بعد الثوره، استحاله. يا سيدي هو عندنا ميزانيه وباش نرفعوا الخوار الكبير الكل وزاره والكل مهمه، على مستوى النقل، على مستوى التجهيز، على مستوى الصحه، على مستوى التربيه، وخاصه المدارس اللي باش تطيح مثل مدرسه بني عرام ومدرسة بني متغري معتمدية جومين، مدرسة عوان وواد زيتون من معتمدية غزالة، مدرسة مادر معتمدية سجنان. وقت اللي تلامذة بقاو ايامات ما يقراوش وكل شيء موثق، والى حد هذه الساعة ما فهم شيء. خلي عاد وزير النقل في باله بالطرقات اللي مسكرة كل يوم من قلة وعدم توفر النقل، وتلامذة مساكن مطيشين بلاش نقل، من عدد 6 كيران في جومين يجيوا 3 والا 4، كيف ولاد سعيد وبني عرام ودريد وزرعه من معتمديه جومين، بوجرير واد زيتون من معتمديه غزاله، ولا همليه من معتمديه سجنان. يعني انتم ولادكم يقراوا هكا الزوالي مسكين ولد يشدوا في الدار، والله العظيم عيب. وينو سيد وزير الداخليه يا اخي؟ في باله بولايه بنزرت بلاش كاتب عام وبلاش معتمد اول عندها 6 اشهر ويد واحده ما تصفقش، كيفاش يحبوا نخدموه يخدم والي في الظروف هذه؟ في باله سيد الوزير بمعظم معتمدين حاطين العصا في العجله وبركوا البلاد. والموضوع هذا بالذات في مهمه الداخليه في الميزانيه كان باش تسمعنا يا سيد وزير الداخليه انت وبقيه زملائك اعضاء الحكومه، مش باش نحكيو بالكلام، باش نحكيو على منظوريكم الفاشلين يا سيد وزير الداخليه